السلام عليكم يا شيخ. السلام ابو خليفه، شلونك؟ الله يطول عمرك. طيب اكيد متابع التطورات. اي والله. انا اتكلم وياك ابو خليفه، طلبت مني ان انقل اي شيء بالنسبه الى قوات الامن واعلان حاله الطوارئ. احنا نتوقع سيل من الدماء. احنا ما عندنا مانع نطلعها حتى في الجزيره الحين. هاي رسالتنا ان ما يجري اليوم هو بامضاء خليجي توصل. بس انا ابغي القرى اللي الحين عقب ما كلمتك انا اللي صارت فيها مشاكل وشي، لان احنا ما عندنا مانع. كل قرى خلاص. نعم. ما عاد في حمايه للشيعة البحرين. ما عاد في حمايه للشيعة البحرين، وهذا صوتنا وصلناه الى مرجعياتنا في النجف وفي قم وفي لبنان. نعم. لأن خلاص ما في اي غطاء اليوم، لا سياسي ولا غيره اللي قاعد يصير. انا شيخ. نعم. نعم. انا بس ابدي منك شوي لحظه لو سمحت. الحين الظهر الحين منتشرين البلطجيه ولا الجيش نزل ولا الشرطه؟ لو توضح لي شوي. البلطجيه القوات اللي عندهم سلاح بلباس مدني يجوبون القرى. اثنين، الجيش طبعا نازل بعد اعلان القوات، وانا قدامي قاعد اشوف. انا اكلمك من مبنى المقرنه وقدامي قاعد اشوف. وقوات الامن ايضا تمارس كمحور ثالث تمارس نفس الدور. شيخ حسن، من الشخص اللي انا اقدر اخلي حد يتصل فيه وياخذ منه المعلومات هذه؟ كان لا حتى للجزيره ما عندنا مانع. انت يكون باسم ثاني؟ لان انت ما في. انا اعطني بس دقيقتين ثلاثه ارتب الموضوع ابو خليفه. ارد عليه خبر ويتصلون منه. الان اعطني دقيقتين ثلاثه وارد عليك خبر. اوكي ماشي. تسلم ابو خليفه. مرحبا. الو. سلام ابو خليفه. يا هلا مرحبا. رقم الشخص اللي ممكن يتكلم على الجزيره اذا بالامكان، او يعني تبون ممكن النائب خليل المرزوق اللي هو كان النائب الاول رئيس مجلس النواب، ويمكن اي شخص ثاني يعني. بس اللي انت تشوفه يعني اخذوا رقم هذا النائب خليل المرزوق، لان هو ما بيقدر. كان عنده اشتراك في السفاره الامريكيه. ما عليه. كم هو رقم؟ 396. شوف، على كل حال احنا بيكون لنا موقف مغاير، ما عندنا مشكله، بس احنا نبغي تعاون، معلومات صحيحه اكيده، ما طلعنا بكره قدام الناس يعني خبر ان تهورنا في شيء. ما في مشكله ابو خليل. ويا ريت في اشياء مصوره بالتاريخ، يعني تاريخ اليوم. احنا مستعدين. نعم. انا بركب وياك بعد شوي ان شاء الله. نعم. خير ان شاء الله. اوكي الله يسلمك. الو. سلام ابو خليفه. يا مرحبا، الله يطول عمرك. تاخذون طويل العمر رقم الشخص بالنسبه الى المعلومات. تاخذون هذا الرقم، هذا الشخص، بحيث تقدرون تتواصلون ويا القناه، تقدر تتواصل وياه، يزودها اول باول المعلومات الدقيقه، وحتى بالاشرطه اذا كل الاشرطه كل الوثائق موجوده. 3 9 آخر شيء. هذا الرقم بدون فتح الخط. فتح الخط 973 عندي انا. رقم فتح اسم الشخص هذا؟ اسمه سيف طاهر. الحين نتصل بسيف ولا بالاخ خليل؟ اتصل بطاهر الموسوي الان. هذا اللي هو سيف طاهر؟ ها؟ لا سيد طاهر. اتصل بطاهر الموسوي، هو هذا اعلامي ومعلومات دقيقه عنده اول باول، فيقدر يزودها. انا بعطيك خبر ترتيبنا ان شاء الله. تسلم. الله يطول عمرك. شكرا.